ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده جايه لكم بوصفه جديده. انا شفتها عند حد وعجبتني وحبيت ان انا اجربها. هنستخدم طماطميتين وبصلتين واتنين قرن فلفل، وهي عندي هنا اقل من النص واكتر من الربع لحمه مفرومه. ده كان موجود عندي في الفريزر، طبعا كلنا اخر الاسبوع وبنطلع الحاجات اللي عندنا. جبت البصلتين في كبه، قطعتهم. المفروض ان احنا نبشرهم عشان هتبقى شبيهة الكفتة، شبيهة صينية الكفتة، بس طبعا اللي اقل من النص مش هيكفي الاربع افراد، فلو اكتر فاعمليها كفتة. ودي برضو حاجة جديدة وخفيفة وفي الوقت اللي احنا فيه ده بنحب التغيير، فمش عايزين كله بيبقى نفس الشكل المعتاد، فبنغير من الاكل. هفرم البصلتين، نفرمهم كويس، يعني المفروض يبقى اكتر من كده، ناعمة كمان عن الفرم ده. وهنا طماطميتين بس، انت ممكن تزودي طماطمية او اتنين كبار، لكن اللي كانوا عندي كانوا صغيرين. والله الكبة مكسورة بس شغالة ما تضرش. هقطعهم هنا كده عشان بس اسهل عليها واسهل على الوقت، ويحط معاهم القرنين فلفل. عايزة بقى حار بارد براحتك، بس عامة انا عندي البنات بياكلوا عادي الحراق، بس انت ممكن تزودي قرن فلفل احمر مش هيضر. وهنا ضربتهم. هو بصوا المفروض ان انا اضرب اكتر من كده، يعني اخليها شبيهة الصلصة، بس هي طلعت مفرومة برضو حلوة، ما حصلش اي حاجة. وهنا اللحمة المفرومة اللي كانت موجودة عندي هنزل بيها. بصي يا جماعة، احنا في البيت، يعني انا هشتغل بايدي، انا في بيتي، مش بعمل اكل لحد، ده في بيتي وايدينا نظيفة ومطبخنا نظيف. ملح ومكعب مرقة وفلفل اسود وشطة والسبع بهارات وكزبرة يعني التومتين دول انا سايباهم الفصين دول صحيين عشان انا هشيلهم. انا بس مخليهم تدي ريحة كده، لكن انا هشيلهم عشان قولون تعب كله يعني. ونزلت بيهم كده وبوريكم ان ايدي نضيفة، ونزلت بيهم وبدأت ان انا يعني اخلي كله مع بعضه كده، يبقى كل حاجة شاربة من التوابل وشاربة من كل حاجة، واللحمة متبلة وحلوة. فهي هتكفي بقى، هتكفي والله. الأكلة دي كفت وزادت. ده كان العشاء وكان بالليل، انا بحب اعمل الاكل بالليل يعني. فالفيديو ده هينزل لكم يوم الجمعة ان شاء الله. النهاردة الخميس بس هنزله الصبح، فدي عشوتنا بالليل. ما بحضرش من بدري. وهنا معايا البطاطسيتين اللي كانوا اول التصوير، وطبعا انا غيرت القطاعة اللي انا بقطع عليها. والبصلة هنا اقطعها شرايح، بس انت برضو لو حابة تقطعيها اقل من كده عادي، لكن هي دايبة خالص مش باينة في الاكل، مش باينه. لكن اللي لو انا هطبخ او هعمل اي اكل تاني طبعا هقطعها صغير، لكن هنا هي دايبه، ان هي مفروشه مع البطاطس في الصينيه. وهنا الصينيه دي طبعا واخداها من ماما، وهتشوف الفيديو دلوقتي وهتعرف وهتبعت لي عليها. بس يلا، انا بحب الصواني دي قوي، يعني السيراميك والتيفال وده كله، بس بحس بطعم الاكل في الصواني دي. اللي زي يكتب لي في الكومنت. وهنا هحطها في الصينيه، هفردها بقى تبقى كلنا ناكل منها، مش اللي هي قطعة او كفتة والباقي مش هيكفي. ان زي ما قلت لكم ده نص، اقل من النص واكتر من الربع، او انا كان عندي في الفريزر فانا واخدة منه، فاكيد يعني ده اقل، انا عارفة انا واخدة قد ايه. وهنا قرن فلفل حامي كده قطعته، وطماطميتين برضو، وهعملها شكل الوردة كده برضو، هتدي شكل حلو عشان الولاد يحبوا الاكل ونفسهم تتفتح حاجة، يعني حاجة من التزيين كده. انت ممكن تغيريها وممكن ما تحطهاش خالص براحتك لو انتوا ما بتحبوش الطماطم كتير، بس احنا عادي بنحبها. فهنا هرسمها كده على شكل الوردة. والله شكلها حلو وطعمها جميل، فياريت تجربوها وتشوفوها. انا برضو مجرباها من عند حد بحبه قوي، وكان عاملها وانا بحب الوصفات بتاعتها، فقلت اجربها معاكم. وهو عشوة خفيفة في اخر الاسبوع كده، انتوا عارفين بقى بتبقى التلاجة فاضية وكل حاجة فاضية، ف يعني قلنا كده نفضي التلاجة وبرضو اعمل حاجة للبنات. بصوا بحطها كده على شكل الوردة، بس ان هي تكسر اللون،
ولو في جزر وعايزة تحطي حطي، بس انا مش من محبين الجزر قوي يعني، مش بيحبني. وهنا بوريكم شكلها. وبصوا بقى الطماطم دي مفروض تبقى اخف من كده زي الصلصة زي ما قلت لكم في الاول كده. فانا هسويها على الوش كلها، وهندخلها الفرن، هنسيبها في الفرن شوية وبعد كده نفتح عليهم الشواية. لو عندك الفرن بيشتغل مع الشواية تمام عادي. فانا شغلت الاتنين مع بعض وطلعت تحفة. وهنا بقى قلت ايه هعمل ايه جنبها. هعمل حبة رز، ان احنا بنحب الرز قوي. وعلى فكرة الرز سعره نزل، فممكن نجيبه. السعر 20 عندنا هنا، فحلو يعني. ده الرز العادي على فكرة يا بنات، مش اللي هو الأكياس السايب. وهنا الشعرية دي برضو كنت جربتها، كان حد قايل لي عليها وحلوة يعني، شغالة مش وحشة تمام. انا بنزل بكمية شعرية حلوين كده، عشان انا المفروض ان هو يتعمل جنبها رز ابيض، بس احنا بنحب الرز بشعرية. فانا بنزل لكم الاكل، وده الاكل اذواق براحتك، عايزة تزودي حاجة عايزة تنقصي حاجة، ده براحتك انتي. فالشعرية طبعا هنقلبها، وحطينا معلقتين سمنة وحبة زيت، والشعرية نزلنا بيها وهنقلبها لغاية ما اللون بتاعها يبقى ذهبي كده، يعني عشان ما تغمقش الرز. والرز بنغسله كويس، كلكم عارفين الحاجات دي، بس طبعا ايه فيها عرايس لسه جداد ما يعرفوش. وهنا بقى ايه، مفروض ان انتوا تصفوا الرز ماشي، بس انا كنت فصلت ورجعت تاني ونسيت. حطيته وحطيت ملح بعد ما اتشرب، طبعا الرز اتفلفل اهو معايا، وبقت الرزية برزيتها مش يتعجن من المية. فاحنا بنعلي العين عليه، وبنفضل نقلب لغاية ما يشرب كل حاجة فيه، وبنحط له الملح بنقلبه عامة يعني. انا مع التعود عرفت ان انا اقيس المية، مقدار المية والحاجات دي، لكن طبعا اول الجواز لا، في حاجات كتير خربت مني، بس الدنيا هي بقت تمام. بوريكم بصوا الرزية مفلفلة كل رزية لوحدها. وهنا هكون بقى غالية مية في الكتل، عشان طبعا يعني كنا بالليل وكده، وعايزة الحق اعشي البنات قبل ما تنام، عشان كانت ممكن ما تستناش باباها لغاية ما يجي، فكنت عايزة اخلص. وهنا بص بوريكم مقدار المية. طبعا انتي اول الجواز بتقيسي بقى، بتقيسي بالكوبايه وده كله، بس خلاص انا اتعودت وعرفت، عيني بقت ميزان يعني، بقيت عارفه كل حاجه الحمد لله. بس هو هنا بقى هنسيبه، هنعلي النار عليه اول ما يقرب يتشرب، هنوطي النار عليه خالص، وانا هنقله لعين تانية صغيره اول ما يقرب يتشرب. وهنا طاسه هنحط فيها زيت، عشان بقى ايه هعمل بسنجان. هو ده مش بعمله كتير، وانا بعمله يا بنات بقطعه زي ما انتوا شايفين كده، مش بعملها عملية كبيرة، بحيث ان يعني محدش ياخد حاجة ويسيب الباقي في الطبق. وده شكل الأكل معانا. وعملت كمان حبة سمنة عصفور للبنات عشان هما بيحبوه. ويبصوا هنا، والله العظيم الأكل كان تحفة، وياريت تجربوها. وحاجة جديدة يعني وسهلة علينا، مش اللي هي طبعا ما فيش حاجة صعبة، كلكم ستات بيت وشطرات، ما فيش حاجة صعبة. بس جربوها وهتحبوها، وطعمها حلو. والبطاطس انا حاطه في نفس التوابل اللي حطيتها على اللحمة، حطيتها على البطاطس والبصل، فكله كان طعمه كده. وهنا